ولا نقيت انهزم 1-0 2-0 مدى الحياة؟ لا نهزم 4 بعد سنة ثانية يجيب 3 طيب الآن كم رجعنا سنين؟ لما يملك سنة. والسعودية ذا المرة كان يمكن أنا أفوز عليه. بغرب آسيا بعرف غرب آسيا. أسوأ منتخب من يوم ما عرفت المنتخب السعودي هذا المنتخب. مش كأفراد كنفسيا وضغط إعلاميا والضغط اللي على المنتخب. أسوأ منتخب يعني تقدر تفوز عليه بالراحة. لكن عندما يعني عند واحد دربنا مسكنا 11 مباراة 11 خسارة. وعاد احنا مجلسين عليه. أنت الآن طالب إقالة المدرب. ما طالب إقالته بس يعني وين الناس؟ أنا أعتبر نفسي واحد من الجمهور اللي يطلب أننا نحقق شيء. 11 مباراة ودية ورسمية ما تقول. المدرب اليوم هاجم بالشوط الثاني ب4 مهاجمين 5 مهاجمين ما عاد كان في دفاع. طيب تهاجم فيهم وعمرك ما دربتهم على الهجوم؟ وأنت تقول تعتمد على خطة مورينو وعلى دهاء جريس مدري كيف على أي أساس أنت؟ هل هو في قيادة المباراة ولا غيره؟ أكيد هو من غيره قيادة المباراة. سعدي. لا ما أعتقد أنه مساعد بس هو يعتبر هو الكل بالكل هو اللي بالوجه. ليش ما لعب اليوم؟ ليس حساباته هو اللي صرحت عليه التصريح الأول إنه المنتخب يلعب بطريقة دفاعية بالرغم أنه أكثر من لاعب صرح هذا التصريح بس ليش اخترت على أساس بنفسه بالذات يعني. والمباراة هذه يعني تعتقد هل هناك ما يقولوا في تصفية حسابات مش منتم تصفية حسابات من مدير المنتخب عبد الوهاب الزرقاء؟ والله ما أقدر أحكم على أي واحد بس هذا يعود يعني بعد تكتشف حقيقة فيما بعد البطولة. أنت ما عندك الظنون هذه والشكوك هذا؟ والله الظنون والشكوك يعني أنا مشكوك يعني كيف يعني في تصريح لك في قناة الدوري والكبير في قناة الدوري والكاس صرح لمدير المنتخب إن المدرب محتاج على خدمات على أساسي بأي طريقة من الطرق وإنه على أساسي لاعب مميز وإن المنتخب بحاجته وإنه كان مستبعده في بطولة غرب آسيا ولكن في خليجه هو أساسي وموقعه موجود. ولما جيت أوصل أنا للعب والمدرب يعني هل أنت مثلا ترك لأنه هذا بيأثر عليك على احترافك في ناديك أم إنه أنت بالفعل عند شيء سبيشال الوطن؟ لا أنا الحمد لله يعني الحمد لله الشكر يعني بصراحة شفت اليوم الجمهور من الهتافات عمره ما حط له أي لاعب في البطولة كامل طالب بلاعبين. والمباراة الأولى قمت بالتسخين الجمهور كله يقوم يصفق له يعني وأنا الحمد لله هداف الفريق بالنادي المينا وحصلت على أفضل لاعب في الدوري المينا يعني مش أنا جيت أخدم وطني حتى إذا مش لاعب أنا جمهور إذا أنا مش لاعب ولا تعتقد إنه المباراة الأخيرة معنا مع العراق نفس القصة؟ أكيد جدا يعني أنت يعني على مجلس جلستي مع معظم اللاعبين ويتكلموا لي لهم شهرين يلعبوا خطة دفاعية ما يعرفوا خط 18 حق الخط فعلى أي أساس بتفوز؟ لكن اليوم هاجمت كم؟ وين هاجمت؟ كم حصلت فرص؟ حصلت فرصتين الشوط الأول وين الباقي؟ وين هاجمت؟ عارف يعني احنا يعني بصراحة بس انت عليه لما نزلت ما خدمت الفريق. باش تخدم الفريق تنزل 6 لاعبين فيهم شد. احنا يعني في لاعبين فيهم شد. احنا المنتخب الوحيد اللي ما نكمل المباراة الا وفي معنا لاعبين مصابين. اليوم لعبنا يعني بدنيا مش جاهزين. يعني انت ايش بدنيا يعني كم الضغط عليك من انت تلعب دفاعي لا بس انك تحصل واحد من اللاعبين يصاب يعني هي عضلات يعني اي فريق تضغط عليه وتجي تلعب عليه فلا بد ان اللاعبين يصابوا حتى اذا كان اي لاعب موجود يعني اصاب زي الصورة الله يحفظك. يعني تقريبا انا قريت في تصريح لكم ذكرتني بحق الاسنان فكنت مستغرب اقول يعني كان شيء شو متوقع انه لو كان على هذه الطريقة قد كنا على الاسنان ارخص وافضل وهو موجود يعني انا بصراحة طريقة لعب سيئة جدا يعني ما تخدم المنتخب الوطني ولا التطوير نهائيا يعني هذه يمكن تخدمك شخصيا يعني تقدر تقول والله المدرب هذا خف علينا نتائج لكن هل بيطور الكرة اليمنية شيء نهائيا أكبر دليل 11 مباراة رسمية ودية كلها خسائر إيش باقي؟ يلا شكرا جزيلا.